لو صرفت 50,000 جنيه اعلانات تكسب كام؟ لو انت من الشركات اللي بتحط بادجت عاليه في الاعلانات وبرده مش بتوصل للتارجت ولا عارف العائد كام، يبقى انت عندك حاجه ناقصه في السايكل. تعالى اقول لك 4 حاجات لو ركزت فيهم هتشوف الفرق بنفسك. حط استراتيجي واضحه. اعلانك هدفه ايه؟ awareness, engagement, sales, leads. من غير هدف واضح الفلوس بتروح على الفاضي. وزع البادجت صح، ما ترميش فلوسك على اي بلاتفورم، روح للبلاتفورمز اللي فيها جمهورك. وارمي فانل من اول ما العميل يشوف الاعلان لغايه ما يشتري منك. تابع السي بي سي، السي بي ام، السي تي ار، الكونفرجن ريت. اقفل الحملات اللي بتخسر وزود من الحملات اللي بتكسب، واربط الارقام بالمبيعات عشان تعرف الار او اي الحقيقي. المحتوى بقى، وزي ما بيقولوا content is the king، وده بقى اللي بيحول الارقام لمبيعات. لازم يبقى موجه لسيجمنت صح، معمول ليه اي بي تيستنج، لان اللي بيشوف محتواك بس المحتوى مش موجه ليه ولا بيتكلم بنفس طريقته بيسكرول وكانه ما شافش الاعلان. اما اداره الحملات بقى ده هي سر اللعبه. لازم تتابع الاعلانات يوم بيوم، توقف الهدر وتسكيل على اللي بيكسب. ولو عايز تقلل تكلفه الادز اشتغل SEO عشان يبقى عندك اورجانيك قوي. وبس كده. ولو عايز تعرف اكتر عن الماركتنج اعمل فولو ولايك واستنى الفيديو اللي بعده.